سبحان الله، مفيش نية حلوة غير وصاحبها بيشوف حلو حتى لو مر سنين. ومفيش حد نيته منيلة وسودة وخبيثة ومليانة لقم ومليانة حقد ومتعبية بالغل غيره بيشوف نفس اللي كان جوه نيته حتى لو مر سنين برضو على كده. وحتى لو الناس افتكرت ان هو يعني نفد باللي عمله او نفد بالحقد والغل اللي موجودين جواه. الاستاذ الدكتور عبد الحليم عويس الله يرحمه، واحد من علماء الازهر الشريف واحد اساتذه الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه. دكتور عبد الحليم الله يرحمه من فتره كده، من كذا سنه، يعني مش قادر احدد بالظبط، تقريبا 15 او 16 سنه، كان ساكن في شقه ايجار في حي العجوزه في القاهره، وعنده عماره ملك في منطقه حلوان. طيب انت ليه ساكن في شقه ايجار ومع انك انت عندك ملك؟ يعني الفكره ان حلوان بعيده شويه نسبيا، وشقه العجوزه كانت هتبقى قريبه من مكان شغله ومن مكان دراسه ولاده وكده. فطبعا المنطقي اكتر ماشي اوكي، هسكن في شقه حلوان وهسكن اسف في شقه العجوزه، والعماره بتاعت حلوان كده ولا كده متاجره الشقق اللي فيها. يشاء ربنا انه في فتره من الفترات كده يكون عايز ان هو يفتح شقتين مأجرهم في عماره حلوان على بعض. فيكلم الاثنين المستاجرين، الاثنين اصحاب الشقتين، يعني من فضلكم انا عايز اخرجكم لان انا محتاج الشقتين وكده ولا كده. الايجار اللي انتوا بتدفعوه ايجار ضعيف جدا جدا، يعني لا يتناسب مع متغيرات الاسعار وارتفاع الاسعار في الفتره الاخيره. وفي نفس الوقت انا محتاجهم، يعني عايزهم افتحهم على بعض وكده. ممكن نيجي نقعد انا واسرتي، ممكن اجي اخليها مثلا لحد من ولادي وهكذا. فوجئ برد متعند جدا من الاثنين المأجرين الشقتين: لا احنا بينا وبينك عقد، عايز تروح تسلك المسلك القانوني روح اسلك المسلك القانوني، ارفع علينا قضيه زي ما انت عايز، احنا مش هنسيب الشقتين. يا جماعه طب ما هو حتى الايجار ضعيف وكده، لا ولا هنسيب الشقتين ولا هنرفع الايجار، وده اللي ليك عندنا يعني. فالراجل لان هو راجل اصلا بطبعه دامس الخلق وراجل محترم ومش بتاع مشاكل، خلاص سكت، يعني قال خلاص هعمل لهم ايه يعني. سبحان الله، بعدها بيفكر يعني بينه وبين نفسه بعد الموقف ده، هو ضايقه جدا الموقف بتاعهم بس ما عملش اي رد فعل. فبيفكر كده فجاي بيقول يا انا لو الاثنين دول سابوا لي سابوا لي الشقتين دول، انا مش هخليهم للبيت عندي، انا هعملهم دار ايتام. دار ايتام طب ما هو انت حد يفتح شقتين ملك يخليهم دار ايتام؟ قال لك لو كانوا ادوني الشقتين انا ما كنتش هخليهم لحد من ولادي ولا كنت هستخدمهم، انا كنت هخليهم دار ايتام، ودي نيتي وبتاع. قال كده وبعدين في وسط ما بيفكر برضو مع نفسه اكتشف ان صاحب شقه العجوزه اللي هو اصلا مأجرها منه كان قال له من سنه قبل الموقف ده: بعد اذنك يا دكتور عبد الحليم انا عايز الشقه بتاعتي. ودكتور عبد الحليم رفض، قال له مش هينفع والله يا فندم، لان انا واسرتي مرتبطين بالشقه وقريبه من مكان شغلنا وقريبه من مكان دراسه ولادي، فمش هينفع اسيبها. فالراجل صاحب الشقه لانه برضو مهذب سكت، ما رضيش يتكلم. فالدكتور عبد الحليم قال بينه وبين نفسه: ايه ده؟ ما انا عملت مع الراجل صاحب شقه العجوزه اللي انا مأجر منه نفس اللي عملوه معايا الاثنين المستاجرين اللي مأجرين مني. زي ما هم رفضوا يرجعوا لي شقتي، انا كمان رفضت ارجع له شقته. لا، لازم شقه الراجل ترجع له. الراجل ما دام طلب الشقه يبقى هو فعلا محتاجها وقد قرار مصيري من غير ما ياخد راي اي حد من اسرته: يا جماعه احنا هنسيب شقه العجوزه. طب هنروح فين يا بابا؟ هنأجر اي شقه في اي حته تاني او هنرجع نقعد اصلا في عماره حلوان؟ ما احنا عندنا شقه فاضيه برضه في عماره حلوان. يا بابا حلوان بعيد. لا يا بابا طب ما هو احنا المسافه حرام عليه. لا انا هرجع شقه العجوزه للراجل صاحبها، ما دام هو طلبها يبقى هو فعلا عايزها. يشاء ربنا بيلملموا في الحاجات وخلاص بيستعد علشان خاطر يعزل ويروح يقعد في عماره حلوان في شقه من الشقق اللي عنده يعني في عماره حلوان. ويشاء ربنا ان واحد زميله معاه في الكليه يقول له او يعرض عليه: يعني يا دكتور على فكره انا عندي شقه في المهندسين وممكن تاخدها ايجار عادي. بجد والله؟ قال له انا مش محتاجها ومش محتاجها سنين طويله، يعني مش محتاجها مش مثلا يوم ولا اتنين، لا سنين طويله ممكن تاخدها انت وتعيش فيها انت وولادك. شقه المهندسين دي اكبر من شقه العجوزه بكتير جدا، سعر ايجارها ارخص بكتير جدا من ايجار شقه العجوزه رغم انها في مكان افضل. فيها بعض العفش كمان ما كانتش متسابه كده، هو كان فيها عفش كمان كويس ومحترم جدا، وكانت اقرب كمان لشغل دكتور عبد الحليم ودراسه ولاده او جامعات ومدارس ولاده. طبعا هنا تفاجئ ان ايه ده، يعني شوف قبل ما يعزل على طول يعني كان خلاص رايح يراجع شقه حلوان. يشاء ربنا ان بعدها برضو بيومين يكلموا واحد من المستاجرين اللي مأجرين شقتين في حلوان، واحد يكلمه يقول له: يا دكتور انا مسافر استراليا وعايز ارجع لك الشقه بتاعتك. انت بتتكلم بجد؟ والله عايز ارجع لك الشقه بتاعتك. يروح مرجعها له. والتاني يكلمه برضو بعدها بكام يوم يقول له: انا عايز اخرج من الشقه بتاعتك، انا لقيت شقه ثانيه افضل وبتاع، وسامحني على النت معاك في ان انا ارجع لك شقتك. 3 مواقف قدريه حصلوا مع دكتور عبد الحليم عويس
في كام يوم، مجرد بس ان هو غير النيه بتاعته. الراجل كانت نيته في الاول ان هو عايز الشقتين عشان يفتحهم على بعض، غير النيه قال لك انا هعمل دار ايتام، فيفاجئوا ربنا بان تعالى خد شقتينك اهو. غير النيه في ان هو لا انا ازاي منعت شقتي ان شاء الله انا مأجرها بتاعت العجوزه عن صاحبها، فيغير النيه فربنا يكرمه في ان هو يسيب شقه العجوزه ويروح شقه ثانيه اكبر واحسن. النيه كانت هي المحرك الاساسي في قصه دكتور عبد الحليم عويس الله يرحمه. ومش معنى النيه فكره في ناس تقول لك ايه تمام ما هو ده راجل بقى ايه عشان بقى راجل من علماء الازهر وكده فممكن صلته بربنا تبقى كبيره وكده، لا الموضوع ملوش علاقه بكده. يعني انت نيتك عامله ازاي ايا كنت انت مين، كبير صغير عالم في الدين مش عالم في الدين، احنا بناخد بنتحاسب على حسب النيه بتاعتنا. ده هينقلني الحكايه تانية، حكايه دعاء البنت اللي بعتت لي اللي عندها 23 سنه، اللي موجوده في واحده من محافظات الدلتا او قريه من قرى محافظات الدلتا تحديدا. دعاء عندها 3 اخوات بنات ووالدتها عايشين مع والدهم. فجاه والدهم وقع وتعب، خدوه شالوه جري على المستوصف بتاع القريه اللي فيها، قال لك لا لازم يطلع على المستشفى بتاعه المدينه. خدوه راحوا شايلينه جري على المستشفى، اتحجز في عنايه مركزه. الراجل جات له جلطه مفاجاه في القلب، جلطه مفاجاه في القلب. فطبعا ال 48 ساعه الاولانيين بيبقوا مهمين جدا. واقفه الست اللي هي الام ومعاها بناتها ال4 دعاء وال3 بنات، واقفين محتارين جدا مش عارفين يعملوا ايه. على فكره دعاء هي اكبر واحده عندها 23 سنه والباقيين كلهم اصغر منها، فواقفين طبعا البنات بيعيطوا. الاب ده لو مات الاسره دي هتنهار لان هو الوحيد اللي بيشتغل فيهم اصلا. فالبنت دعاء عماله تعيط وتبكي بالحرقه واخواتها بيعيطوا ووالدتها كمان بتعيط، فحاسه ان هي مخنوقه قوي. فقالت لوالدتها ماما انا هطلع اتمشى في المنطقه. قالت لها بنتي انت تعرفي ايه في المنطقه هنا؟ احنا في المحافظه واحنا خبرتنا في المحافظه مش زي القريه عندنا. قالت انا مخنوقه مش قادره عايزه اطلع اتمشى شويه. خرجت تتمشى حوالين المستشفى ورجليها قعدت ايه تبعدها 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 تبعدها، وهي ماشيه افتكرت حاجه ان هي شايله معاها في الكارت بتاعها اللي هي بتحوش فيه، بتحوش فلوسها في كارت كده، كارت تبع احد البنوك بتاع الشباب ده، فمحوشه 2400 جنيه. فجت قالت ايه، هي كان حلمها ان هي عايزه تجيب موبايل ب 4000 جنيه، يعني كان في دماغها كده في موبايل معين ب 4000 جنيه عايزه تجيبه، كانت محوشه 2400 جنيه. قالت والله لا طلع ال 2400 جنيه دول كلهم لله بنيه ان ربنا يشفي ابويا. كده فجاه الساعه 2 بالليل، بنتكلم على 1 ونص 2 بالليل، نزلت راحت سحبت من مكنه من مكنه صرف فلوس ال 2400 كلهم، وقعدت توزع فلوس على الناس اللي في الشارع. اللي كان الكلام ده كان في الشتاء، الناس بقى اللي متكلفتين على الرصيف ولا هنا ولا هنا ولا هنا. قعدت تلف لغايه الساعه 5 الفجر. في الاخر بقى معاها شويه فلوس حوالي 400 ولا 500 جنيه، جابت بيهم عصير وسندوتشات عشان توزعهم على قرايب الناس العيانين اللي محجوزين في المستشفى اللي مستنيينهم بره في الانتظار. صرفت ال 2400 كلهم. يشاء ربنا ان بعد الموقف ده بعدها بيومين تاني ربنا يكتب الشفاء لوالد دعاء. فبتقول لي انا حسيت قد ايه ان ال 2400 جنيه دول هم اللي انا يعني قلت لربنا ارجوك يا رب انا نيتي دول ليك بس اشفي لي ابويا، فربنا شفى والدها. مع دعاء برضو وبعد الموقف ده ب3 شهور عشان يتاكد المعنى عندها ويتاكد فتروح بعته لنا فاحنا كمان نتكلم عنه ويأكد ده لناس تانية. بعدها ب3 شهور قالت لي جات لي وظيفه في مصنع من المصانع. قدمت في الوظيفه دي انا و2 صحباتي، تمام، قدموا وسبحان الله هم ال3 اتقبلوا. بس المرتب كان كام؟ المرتب كان 1600 جنيه. زمايلها صحباتها شافوا ان المرتب ده ضعيف وصغير جدا، احنا لسه هنروح مواصلات وبتاع، فالاثنين اعتذروا وهي قبلت. لما قبلت كانت نايمه بالليل، يعني ليله ما رايحه بقى تستلم الشغل اول يوم، قالت يا رب عهدي بيني وبينك ان ال 1600 جنيه دول هيبقى فيه مبلغ شهري هيطلع منهم ثابت لوجهك الكريم لربنا. انا نيتي كده، المرتب اللي جاي ده 1600 جنيه لربنا هيطلع منه رقم ثابت كل شهر. ونامت وصحيت وتاني يوم راحت الشغل بتمضي بقى الورق والكلام زي كده، شافت في خانه المرتب اللي مكتوب المرتب 2400 جنيه. فبتسال الاتش ار بتقول لها بعد اذنك هو في زياده في المرتب عن اللي انت قلته لي، المرتب هنا 2400 وكان متقال ان هو 1600، في 800 جنيه زياده. راحت الموظفه قالت لها ايه؟ قالت لها انا ما اعرفش، النهارده الاداره الصبح قررت ان تزود المرتبات وشافت ان المرتبات مش عادله، فكده المرتب يبقى عادل اكتر. طبعا فرحت وانبسطت جدا وجددت النيه تاني مع ربنا ان الزياده ال 800 جنيه دول هيكون برضه لربنا نسبه فيهم لوجهه الكريم، هتطلع حاجه لربنا من الزياده اللي جت في المرتب واللي ما كانتش على الحسبان دي. قصتنا مع النيه ما بتخلصش. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قل انما الاعمال بالنيات. النيه هي المعيار اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على اساسه، هي دي الزاويه اللي ربنا هيبص على قلوبنا
منها. سيبك من حكم الناس عليك، الناس ممكن تشوفك ان انت انسان خبيث ولا لئيم ولا عملت الفعل الفلاني عشان انت قاصد رد الفعل الفلاني، او اتخبست في الشيء العلاني عشان انت قاصد شر ولا كده. في الاخر مين شايفك من جوه؟ ربنا شايفك من جوه. ربك رب نوايا وقلوب، بيحاسبنا، هو شايفنا من جوه. الناس بيشوفونا من بره، والاولانيه هي الاهم. ضمان نجاح اي عمل انه يكون مقترن بنيه حلوه. صفي نيتك، صفيها واعمل لها اعاده توجيه في السكه اللي انت متاكد انها فيها رضا ربنا. في النهايه هترضى وهتتوفق. الاديب مصطفى صادق الرافعي قال جمله عظيمه، قال: الله لا يعامل الا بالنيه، الله لا يعامل الا بالنيه، ولا يكتب في سجل الحسنات الا الارقام القلبيه. صفي نيتك هتشوف حلو. الرهان الوحيد الحلال واللي بيكسب واللي مش بيخيب هو الرهان على النية الحلوة.